السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي اتم صحة واحسن حال. تعالوا بينا في الفيديو ده نحضر مع بعض البشاميل بقوام كريمي بطريقة جميلة جدا. شوية اضافات كده يخليه يطلع معاكي مظبوط جدا، طعم وريحة وقوام كريمي قوي. بإذن الله يا بنات الطريقة دي هتعجبكم جدا وإن شاء الله تعتمدوها على طول. تعالوا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف هنحضره مع بعض ازاي. بس أهم حاجة ما ننساش نحط لايك ونسمي الله ونصلي على رسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتعالوا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف هنعمله ازاي. في حلة على النار يا بنات هنبدأ إن احنا نضيف المادة الدهنية. استخدمت زيت على زبدة على سمنة. عايزة أقول لكم الميكس الرهيب ده بين المواد الدهنية الزبدة والسمنة والزيت بيدي طعم جميل جدا للبشاميل، جربوها وهتعجبكم قوي. بدأت أضيف كده لكل معلقة من الدقيق معلقة قبلها من المادة الدهنية. بعد ما الزيت والسمنة والزبدة كده يتقدحوا معانا ويسخنوا هنبدأ نضيف بقى 6 معالق كبار من الدقيق، يعني خلوها كده قاعدة معلقة من المادة الدهنية معاها معلقة كبيرة من الدقيق. كمان علشان نظبط قوام البشاميل لازم كده لما تحطي الدقيق على المادة الدهنية يكون كده القوام معانا سائل مش تقيل أو متكتل، يعني مش عايزينه يكون يابس. تمام. بعد ما نحمص بقى الدقيق في المادة الدهنية كده وتشموا ريحة التحميصة بتاعة الدقيق هنبدأ نضيف كمان اللبن. شرط كمان يا بنات في اللبن لما نيجي نضيفه على البشاميل يكون كده اللبن مش مغلي، يعني تحطوه كده وهو لسه جاي من عند اللبان. ابدأوا كده حطوه بيكون لسه كده بخيره، حتى كمان بيبدأ ان هو يجمع القشطة بتاعته على وش البشاميل، والبشاميل بتاعنا بيكون دسم وكريمي جدا. تمام كده. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اضيف رشة صغيرة من الفلفل الاسود ورشة صغيرة من الملح ورشة بسيطة خالص من جوز الطيب. تمام. طبعا في الوقت ده النار طبعا بتكون نار متوسطة، ومعانا بقى المضرب بتاعنا بنبدأ كده نقلب تقليب مستمر. في المرحلة دي بقى مش هنبطل تقليب خالص، تقليب مستمر كده لحد ما قوام البشاميل بتاعنا يبتدي ان هو يتقل معانا، طبعا علشان ما يكتلش منه ويعمل تكتلات في قاع الحلة. تمام. طيب دلوقتي بقى هبتدي اضيف برضو عليها كده اضافه جميله قوي بتخلي طعم البشاميل حلو قوي ويفضل كمان كريمي معانا كده وجوسي. هنضيف كده شويه من الجبنه الموتزاريلا. طبعا ممكن كمان تضيفي جبنه شيدر، ممكن تضيفي جبنه رومي، ممكن تضيفي ميكس ما بين الثلاث انواع من الجبن. كل ده طبعا بيدي خليط، بيدي قوام حلو قوي لخليط البشاميل ده. طفيت النار بعد ما قوام البشاميل بتاعنا تقل، وهسيب بقى الجبنه الموتزاريلا كده تسيح مع القوام مع البشاميل وهو سخن. تمام. طيب لما نيجي نعمل البشاميل لو كميه اللبن بتاعتك قليله ممكن تضيفي عليها شويه من ميه سلق المكرونه لما تيجي تعملي مكرونه بالبشاميل. يبقى معانا هنا اللبن ممكن لو ضفنا له شويه من ميه سلق المكرونه هيدينا برده طعم حلو قوي. لو مش عايزه تضيفي يعني ميه المكرونه هتكتفي باللبن بس وتمشي على باقي الخطوات، هيطلع معاكي اجمل بشاميل بقوام كريمي جدا زي ما احنا شايفين كده. قوامه مظبوط قوي، لما تحطيه على المكرونه كده هيكون كده جوسي معانا جدا وهيكون كريمي زي ما احنا شايفين. اللهم بارك. وبس كده، دي كانت طريقتي في عمل البشاميل. اتمنى تكون عجبتكم وتكونوا كمان استفدتوا من الطريقه. ان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديو جديد. اسيبكم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.